طبيعي بعد 4 سنين حب وانتظار نقرا فاتحه ويسيبني قبل الخطوبه باسبوع لان والده صلى استخاره ومش مرتاح. في درسين هنا مهمين تتعلميهم. اول حاجه ان العلاقه نجاحها واستقرارها مش بالحب. نجاح العلاقه واستقرارها بالقرار. الحب مهم ان هو يكون موجود علشان يدي اشباع وطاقه وحيويه في العلاقه، فهو مهم. انما استمراريه العلاقه مبنيه على القرار. ليه؟ علشان القرار هو دوت اللي بيفضل موجود. الحب بيختفي في اللحظه دي وقت المشاكل، واللي بيفضل القرار اللي يخلي البيت مستقر رغم المشاكل، اللي يخلي البني ادم يفضل مصمم انه يحل مشاكله انتوا الاثنين تحلوا مشاكلكم مع بعض عشان البيت يستقر ويكمل. طيب لو البني ادم اصلا من البدايه قراره نابع مش نابع من جواه، معتمد على تشجيع الاخرين او موافقه الاخرين ليه زي ابوه، يبقى بالتالي هو لسه مش جاهز للارتباط اصلا. تاني حاجه ان انت بقالك 4 سنين وما خدتيش بالك من النقطه دي، ان هو ما عندوش قرار من نفسه، مش مسؤول عن نفسه.